عليكم ورحمه الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن زوجة الاعلامي التونسي الاستاذ علاء، وهي منبهره بالبنيه التحتيه للجزائر ومنبهره بالجزائر وجمالها، ونزلت في الجزائر العاصمه، واول مره تنزل الجزائر منبهره جدا 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 بجمالها وشده الجمال والتطور الموجود في الجزائر. والجزائر سبحان الله هي القاره يعني يمكن تكون الوحيده اللي ربنا وهبها طبيعه خلابه متميزه جدا جدا، ده بشهاده الجميع اللي راحوها. دعم حضراتكم والاشتراك في القناة، وكمان تشيروها على قد ما تقدروا وتشيروا الفيديو علشان القناة يعني تشتغل ان شاء الله، ودايما نتابع ويكون فيها الاخبار الحصرية للجزائر واهلها دائما وابدا. وزي ما قلت لحضراتكم انه حصلت بعض المشاكل بسبب الدفاع عن القفطان الجزائري، ومن اخر فيديو ده يعني حصلت شوية مشاكل، ولكن ان شاء الله يمكن تتحل يمكن ما تتحلش، لسه احنا في مفاوضات. ولكن انا عملت القناة الجديدة دي ان شاء الله لدعم كل ما هو جزائري من التراث الجزائري. من هنا الوغ لا لانفراستركتور تاع البلاد هذايا شيء رهيب. عجبتني فكره انه لافيو تقعد تشعل في الليل في الزقاق والبلاصات الكبرى والقناطر والجوامع والضوء بارتو، معناها بالعمل ما تحسش اللي الدنيا ليل الموضوعيه البلاد محليها الانفراستركتور مش نورمال. مطار تقول مطار تركيا بالبني اللي ما يعرفش الجزائر انا نعرفها بالكدا، اللي ما يعرفش الجزائر يجي الجزائر تو يتعلم برشا حاجات ويشوف برشا حاجات اللي ما عمره ما راهم. والله اكتشاف بالنسبه لي انا البلاد هذيا انا اول مره ما نعرفهاش. جيت يجي 6 7 مرات. جيت جزيري عاد جزيري تونس. انا اول مره الحق مثلها من كل قلبي، يعني نقول لكم لازمكم تجيو للجزائر. مستوى العيش متوفر، كل شيء، الماكله، كل شيء تلقاو. عندنا برشا توانسه دايوغ لهنا في الجزائر. زغرت الجزيري هذا يظهر لي عروسه زغرته في المطار في الصوره يا عروسي. خير في فيديو جديد وخبر جديد، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشيروا، واستنى تعليقاتكم الجميلة كمان بإذن الله تعالى. ويلا عشان أنا عايزة القناة تكبر بيكم بسرعة إن شاء الله، وفي الأيام القادمة إن شاء الله بجهز نفسي إني أطلع معاكم لايفات كتير وأحكي لكم عن حاجات كتير. كمان نفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.